سلسلة ليه بوبي فيشر أعظم لعيب مر في تاريخ الشطرنج الجزء الثاني. ده ماتش لبوبي فيشر كان بيلعب فيه بنت لارسن سنة 1957، وكان بوبي فيشر كان بيلعب بالقطعة البيضاء. طبعا كلنا عارفين قاعدة مهمة في الشطرنج بتقول لك إن في حالة إن الملكين مبيتين عكس بعض، يعني ملك مبيت قصير والملك التاني مبيت طويل، أسرع في الهجوم هو ده اللي بيكسب. تعالوا نشوف تطبيق عملي للاستراتيجية دي من بوبي فيشر قدام بنت لارسن. بوبي فيشر هنا راح لاعب آخر نقلة ليه في الموقف ده H4 بيحضر الهجوم على جناح ملك الأسود. راح بنت لارسن جاب الوزير بتاعه هنا عشان يحضر الهجوم على جناح ملك الأبيض. تعالوا نشوف الماتش كمل ازاي. كمل بان بوبي فيشر راح زق العسكري بتاعه تاني، بيضحي العسكري بتاعه، ضحى بالعسكري بتاعه هنا عشان لو حاولت تاكل بالبيضة فانا هلعب الجي 4 تاكلني تاني، ماليش دعوه بيك، هلعب روك جي 1. لو اكلتني تاني خلاص انت كده بتخسر، بعد ان الطابيه بتاعتي تاكل الفيل بتاعك بكش فهتضطر تاكلني بالملك، ساعتها هديك الوزير بتاعي بكش، هتضطر تخش جوه، هاكل فيل في حصان بكش، هتضطر تاكلني بالعسكري واعمل لك كشمات. طب نرجع كده نشوف. واحد يقول لي طب ارجع كده لحظه، افرض اكلتك بالحصان. طبعا لو اكلت بالحصان هنا فانا هاكل فيه الفيل الاول، ساعتها هنا لو اكلتني بالحصان فانا بلعب لك الوزير بتاعي في الاتش 6 طالب خلاص كشمات، فهتضطر انك تاكلني بالملك، فساعتها هلعب لك الجي 4 طالب الحصان، فهتضطر تمشي بالحصان، فالعب لك كوين اتش 6 كش، تضطر تمشي بالملك، هطرد الحصان بتاعك عشان لو مشيت بالحصان بتاعك اعمل لك كشمات في الاتش 7، فهتضطر انك تيجي في مربع الاتش 5، فهضحي الطابيه بتاعتي في الحصان بتاعك عشان لما تيجي تاكلني بالعسكري بتاعي في الجي 6 تاكلني بالبدأ اكلك بالوزير، والبدأ ده ما يقدرش ياكلني عشان مربوط على الملك، فبالتالي هنا انت ما تقدرش تعمل اي حاجه، هتضطر تمشي بالملك، هقوم جاي مديك كش هنا، ساعتها هتمشي هنا، هقوم جاي عامل لك كش ايه؟ كشمات. طب واحد يقول لي ارجع خالص، الماتش مشي ازاي؟ فبعد ما بوبي فيشر زق العسكري بتاعه هنا، بنت لارسن شاف كل الافكار دي وراح عمل الروك بتاعته في السي اي. راح بوبي فيشر كمل عن طريق ان هو اكل عسكري في عسكري، راح بنت لارسن اكله بالعسكري، فساعتها بوبي فيشر راح لعب الجي 4 عايز يزق الجي 5 على الحصان، فساعتها راح هو عمل الهجوم المضاد بتاعه بان هو زق العسكري بتاعه عايز يهجم على جناح ملك الابيض، فساعتها بوبي فيشر كمل عن طريق ان هو زق العسكري طالب الحصان بتاع الاسود، ساعتها هو مشي بالحصان، وهنا بوبي فيشر يلعب اول بريليانت موف معانا النهارده، وهو ان ضحى الطابيه بتاعته في الحصان عشان اسود اول لما يجي ياكله بالعسكري كده سمح للابيض ان هو يلعب الجي 6، برضه نفس الفكره، ما تقدرش تاكلني عشان خاطر ان انا ربطك على الملك. فالماتش كمل عن طريق ان هو لعب الاي 5، فبوبي فيشر اكل بدأ في بدأ الاول بكش، ساعتها راح هو مشي بالملك عشان ما يخسرش الطابيه بتاعته، وساعتها بوبي فيشر راح سحب الفيل بتاعه. فالماتش كمل عن طريق ان هو لعب الدي 5، اكل بدأ في بدأ بوبي فيشر، وهنا بنت لارسن راح اكل البدأ اللي موجود في الاف 7 عشان الفيل ما بقاش حميد دلوقتي، وساعتها راح بوبي فيشر راح زق العسكري طالب الطابيه بتاعته بالفيل بالشكل ده، فساعتها راح بنت لارسن مشي بالطابيه، راح بوبي فيشر بيقول له لو سمحت انا عايز منك الطابيه تاني، فهنا الطابيه خلاص ما بقاش ليها اي مربعات تقدر تروحها، فاضطر بنت لارسن ان هو يرجع بالوزير بتاعه هنا عشان بوبي فيشر ياكل الطابيه بتاعته، عشان اول لما بنت لارسن ياكله بالفيل ساعتها سمح لبوبي فيشر انه يعمل له كش عشان بنت لارسن يغطي كده، فيقوم جاي بوبي فيشر لاعب تاني بريليانت موف معانا انه جاب الطابيه بتاعته في الجي 1 عشان لما بنت لارسن ياكل الوزير راح عمل له كشمات في الجي 8. ده واحد من الماتشات اللي خلت بوبي فيشر من اعظم اللعيبه اللي مرت في تاريخ الشطرنج. لو عجبك الموقف ده متنساش تعمل لايك وفولو، واكتب لي تحت في الكومنتات انك مقتنع ان بوبي فيشر احسن ولا مايكل تال ولا بطل العالم الحالي ماجنس كارلسن.